هنجيب كوباية من اللبن البودرة، هنضيف عليها كوباية من السكر البودرة ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. هنقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنضيف لهم كوباية الا ربع من الطحينة، وهنقلبهم الاول كده بالمعلقة، وبعد كده لازم نستخدم ايدينا علشان نحس بالملمس. بعد ما تقلبوها كويس هتمسكوا منها قطعة تضغطوا عليها، هتلاقوها متماسكة جدا معاكم، بس اول ما تضغطوا عليها بصباعكم كده هتفك معاكم وتبقى مرملة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده القوام المظبوط بتاعها. هتجيبوا علبة تحطوا فيها كيس بلاستيك اللي هو الكيس بتاع السندوتشات عادي، وتستخدموا اي مكسرات عندكم، ومش لازم خالص، ممكن تستخدموا سوداني او ما تستخدموش اي حاجة خالص. هتحطوا الاول كده المكسرات، وبعد كده هتحطوا بقى طبقة منها وتضغطوها كويس جدا بايديكم. بحط طبقة بسيطة قوي وبعد كده اضغطها بايديا، وبعد كده احط الطبقة التانية واضغطها برضو جامد جدا لحد ما اكمل الكمية كلها اللي عندي. ومهم جدا ان احنا نضغطها كويس علشان تبقى متماسكة معانا واحنا بنقطعها. بعد كده بقفل عليها الكيس وبقفلها وبحطها في التلاجة على الاقل ساعتين، والاحلى بقى تسيبوها لحد تاني يوم. تعالوا بقى نعمل اللي بالشوكولاته. اللي بالشوكولاته هنعمل نفس الخطوات ونفس المقادير بالظبط، بس هقسم المقدار لاتنين. نص هسيبه كده ساده، والنص التاني هضيف عليه معلقه كبيره من الكاكاو الخام، بس ننخله او نحطه تحت مصفى كده علشان بس ما ينزلش اي كتل ويبقى سهل عليا في التقليب. بقلبها كويس قوي لحد ما كلها تبقى لون واحد كده، وده بقى القوام بتاعها. هجيب العلبه البلاستيك وبرده هحط عليها كيس بلاستيك، واحط بقى جزء كده من الساده جنبه جزء بالشوكولاته، والناحيه التانية ناحيه الشوكولاته احط الساده، وناحيه الساده بحط الشوكولاته، يعني بعكسهم كده لحد ما اخلص الكميه كلها. والطبقه التانية اللي هي ناحيه الساده بحط عليها شوكولاته، وناحيه الشوكولاته بحط الساده. الطريقه دي هتبقى حلوه قوي علشان بعد كده لما بتيجوا تقطعوها بيبقى شكلها حلو جدا، بس طبعا ممكن تحطوها باي طريقه انتوا عايزينها. اهم حاجه مع كل طبقه بضغط كويس جدا، وبنفس الطريقه بغطيها واحطها في التلاجة على الاقل ساعتين قبل ما استخدمها. هنطلعها من التلاجة وانا سبتها لحد تاني يوم، علشان كل ما بتقعد في التلاجة اكتر كل ما تبقى احلى. هتقلبوها وهتشيلوا منها الكيس البلاستيك بكل سهولة. وبس كده 3 مكونات عندكم في البيت هتعمل معاكم احلى حلاوة طحينية تنافس اعلى نوع حلاوة موجود في السوبر ماركت. كانت طرية ومتماسكة، واول ما تمسكوها كده وتاكلوها بتدوب في بقكم ومرملة زي الجاهزة بالظبط واحلى. ممكن تقطعوها كده قطع وتحطوها لولادكم في اللانش بوكس، او تعملوها في السندوتشات. هي في اي حالة كان طعمها حلو جدا. ومحدش يقولي ما كنا اشتريناها جاهزة اسهل. اولا هي طريقتها سهلة جدا، ثانيا المكونات اللي احنا مستخدمينها في البيت مضمونة 100% ومتأكدين منها، فاكيد هي اصح واحلى من الجاهزة 100 مرة. تعالوا بقى نشوف اللي بالشوكولاتة. قطعتها بقى، شايفين بقى شكلها وتدريجة الالوان حلوة جدا عشان حطيناها بالطريقة اللي قلت لكم عليها. طبعا تقدروا تعملوا الكمية كلها بالشوكولاتة لو حابين، بس هتحطوا معلقتين كبار من الكاكاو الخام بدل معلقة واحدة. انا حطيت معلقة واحدة بس علشان انا قسمت المقدار نصين وعملت نص سادة ونص بالشوكولاتة. واللي بالشوكولاتة فعلا كان طعمها برضو رهيب. جربوها، انا واثقة جدا انكم هتحبوها.